مساء الخير، ازيكم؟ بصراحة حبيت اعمل حاجة حلوة تكون سهلة وسريعة. فالوصفة دي جت على بالي على طول، خصوصا ان انا بحبها جدا. بصراحة صيف شتاء بحب ان انا اعملها. هنجيب بقى كده الحلة بتاعتنا، نجهزها ونسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف كده هنعملها ازاي. معايا هنا طبعا كيس من النشا، مش هستخدمه كله، انا هاخد منه معلقتين بس. هنا عايزة اقول لكم ان انا بقى جبت غلة ونقعتها من بالليل حوالي 12 ساعة. يعني نقعتها بالليل وعملتها تاني يوم الصبح على طول. طبعا كنت بعملها علشان نفطر بيها. تمام. طبعا بعد ما نقعتها غليتها واتأكدت ان هي استوت كويس، وبعدين ضفت ليها اللبن او مقدار اللبن اللي انا عايزة اضيفه، وضفنا كمان الفانيليا بتاعتنا. ويفضل طبعا ان احنا نضيف السكر قرب ما الغله معانا خلاص هتستوي، او قرب ما البليله بتاعتنا هتستوي وهنطفي عليها. تمام. هنا بقى هجيب مقدار كده من الميه، 4 معالق من الميه ولا حاجه، وهضيف كمان معلقتين او 3 من النشا. هقلبهم كويس جدا، وبعدين هضيف النشا اللي انا عملته دوت للبليله اللي عندي. تمام. انا بتقل القوام بتاع البليله حاجه بسيطه خالص. هنا طبعا ضفت السكر علشان انا خلاص قربت ان انا اضيف عليها اطفي عليها. اسفه، لو ضفت السكر بدري عن كده هتلاقي الغله معاكي بتحجر ما بتستويش. ضفت السكر وضفت النشا اللي عندي، وهفضل اقلب كده لحد لما احس ان القوام تقل معايا شويه، وبعدين هطفي عليها النار. بعدين هبدأ بقى ان انا اضيفها في البولات اللي عندي، وهبدأ ان انا ازينها. انا هنا زينتها بجوز هند وبزبيب. طبعا التزيين ده اختياري وزي ما انتي تحبي. بكده نكون وصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا، واقول لكم مع الف سلامة وباي باي.